بالله مش عايزين نشوف وش ابوهم تاني. بقى دي لاعيبه منتخب مصر، بقى ده شكل منتخب مصر يا جدعان. هو في ايه يا جدعان؟ ده ولا شكل ولا اداء ولا طريقه ولا لعب ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. يعني انا عايز افهم حاجه، منتخب مصر كامل المحترفين بتوعه مش عارفين يسجلوا ضربه جزاء، مضيعين المحترفين، مضيعين والمحليين هم اللي بيسجلوا. هو في ايه يا جدعان؟ المنظر اللي احنا فيه ده يرضي ربنا؟ المنظر اللي احنا فيه ده يرضي ربنا؟ المفروض ان احنا خسرانين وطلعان عين ابونا من ماتش السنغال اللي فات، وقلنا المفروض ان اللعيبه تكون عندهم دم ويصالحونا بام المركز الثالث ويكسبوا نيجيريا ويخلي عندهم دم. لكن لا، عندنا واحد لابس الشاره عياقه، عندنا واحد لابس الشاره عياقه ولا ليه اي لازمه ولا ليه اي دور في الملعب. تلات ارباع محترف، انت ما حصلتش ربع محترف يا جدع. المفروض انه قائد، والمفروض انه بيلعب في دوري انجليزي، والمفروض انه يلم اللعيبه المحليين حواليه. لا، اللعيبه المحليين هم اللي شايلينه، اللعيبه المحليين هم اللي بيسجلوا وهو اللي بيضيع. ده داخل في ضربه الجزاء؟ لا خالص خالص. ده ايه ده؟ ده ايه كمة الاستهتار اللي هو داخل؟ قسما بالله انا وكل المصريين عارفين ان انت داخل وهتضيعها بسبب الاستهتار اللي انت فيه. لا، والمحترف التاني دكة مانشستر سيتي هو الاخر، عندنا دكة ليفربول بيضيع، ودكة مانشستر سيتي هو كمان بيزفت بيضيع، ورامي ربيعة ومحمود صابر هم اللي بيسجلوا، وشوبير هو اللي بيصد. المحليين هم اللي بيكسبونا. غرف دايه المحترف صلاح مرموش مصطفى محمد، غرف دايه مش عايزين نشوف وشكم تاني وعلى راسكم. الجبان حسام حسن اللي شايف قدامه صلاح ما بيعرفش يلعب ومضيع وزي الزفت، وكل كرة بتجيله بتتقطع وسايبه في الملعب لنهايه البطوله. يغور في دايه حسام حسن، يغور في دايه محمد صلاح، يغور في دايه مرموش. اي محترف شايف نفسه على منتخب مصر يغور في دايه. انتوا اقل من ان انتوا تلبسوا تيشيرت منتخب مصر، واي حد يدافع عنكم ويقول احنا كويس ان احنا وصلنا للحته اللي احنا فيها، وصلنا لتالت ورابع. اسكتوا اسكتوا. اي حد ما يعرفش منتخب مصر يسكت. اللي ما شافش منتخب مصر وعارف قيمه منتخب مصر يسكت، ما يقولش تالت ورابع، عشان انتوا خنا اللي زيكم هو اللي ضيع المنتخب. الطبطبه هي اللي ضيعت المنتخب. كفايه كده، اقسم بالله تعبتونا. بقى ده منظر منتخب مصر، بقينا ملطشه القاره كلها عشان معانا واحد علق، معانا واحد عار ما ينفعش يلبس شاره منتخب مصر ولا تيشيرت منتخب مصر. حرام عليكم.